60 فريم بالثانية. السلام عليكم ويعطيكم العافية. اليوم عندنا درون جديدة من شركة DJI، خلينا نستعرضها معاكم ونشوف مميزاتها وهل تسوى انكم تشترونها ولا لا. قبل لا نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بسم الله نبدأ. طبعا النسخة هذه نسخة الكومبو من شركة DJI. شركة DJI اي منتج تنزله غالبا تسوي منه كومبو وتسوي منه العادي. انا دائما انصحكم تاخذون الكومبو لانه تجي معاها اكسسوارات اضافية راح تفيدكم، ولو تحسبونها لو تاخذون النسخة العادية وبعدها تشترون القطع بروحها مفرقة راح يطلع عليكم اغلى دائما، فغالبا اخذوا النسخة الكومبو. النسخة الكومبو شو الفرق بينها وبين النسخة العادية؟ غالبا بطارية زيادة بالطيارة، بطارية زيادة، مراوح اضافية، مرات تكون جمبة وبعض الاكسسوارات الثانية اللي راح تفيدكم. فنفتح الطيارة معاكم بسم الله. هذه هي الطيارة، خلينا نحط الكرتون على الجنب. أول ما تفتحون البوكس راح تشوفون الجمبة هذه قدامكم. نفتح الجمبة نشوف شنو فيها. أول شيء هذه هي الطيارة، ما شاء الله تبارك الرحمن. اسم الطيارة DJI Air 3، تعتبر من نفس فئة الإير 2S والإير 2 وقبلها الإير 1. أي حد جرب الفئة هذه راح يلاحظ أول شيء إن الكفر كبير تمام مقارنة بالطيارات السابقة. ليش الكفر كبير؟ خلينا نفتح ونشوف ليش. طبعا أول شيء عينكم يطيح عليه بالطيارة هذه إن فيها كاميرتين. الكاميرا الأولى الكاميرا العادية الواسعة اللي إحنا متعودين عليها بالفئة هذه ال 24 ملي بفتحة عدسة 1.7. الكاميرا الثانية اللي هي ال 3x 70 ملي بفتحة عدسة 2.8. فصار عندنا كاميرتين بطيارة واحدة، مقارنة بالطيارة السابقة اللي من نفس الفئة الإير 2S كاهي قدامكم في كاميرا واحدة بعدسة واحدة. ولو نبي نقارن بالوزن على السريع ما في فرق كبير، هذه أثقل بشوي بس ما في فرق كبير. طبعا الكاميرا 48 ميجا بكسل وتصور بصيغة رو. بعد ما نجربها ان شاء الله ونطيرها راح اوريكم نتائج التصوير هل تسوى ولا لا. موجود حاليا بجسر جابر، ووراي مثل ما تشوفون مدينة الكويت. اخترت هالمكان هذا عشان اجرب العدسة الواسعة وعدسة ال 3x وتشوفون بنفسكم الفرق بينهم. ويلا نبلش. اول تطيرة بسم الله. حجم سنسر DJI Air 3 1/1.3، ومقارنة بحجم سنسر الإير 2S اللي كان 1 إنش فيعتبر أصغر بشوي، لكن السنسر يعتبر من السناسر الجديدة اللي راح تخليك تطلع بنتائج أفضل من الإير 2S، خصوصا بالتصوير الليلي، لأن فتحة العدسة كانت 2.8 بالإير 2S وصارت 1.7 بالإير 3. أما بالنسبة للفيديو تقدر تصور فيها 4K لغاية 60 فريم بالثانية وتدعم ال HDR، وتقدر تصور فيها D-Log 10 بت. وهالمرة أضافوا شيء جديد فيها اللي هو D-Log M. هذا الشيء راح يساعدك بالتلوين أكثر من الD-Log العادي. وأحلى شيء بالنسبة لي حسب اللي قريته عن الطيارة هذه إنه راح نقدر نصور فيها بالطول بدقة 2.7K مقارنة بالإير 2S ما كنا نقدر نصور بالطول بس نقدر نصور بالعرض، وهالشيء كان يحكرنا وايد كصناع محتوى بالطول حق الانستغرام، حق تيك توك، حق سناب، حق اليوتيوب شورت. بعد راح تفيدنا وايد، خصوصا ان مثلا الانستغرام يدعم جودة فول اتش دي اللي هو 1080، فانت راح لما تقدر تصور 2.7K امورك راح تكون جدا طيبة وممتازة. بالنسبة حق طريقة التصوير بالطول في DJI Air 3 نضغط جو فلاي، بعدين نروح تحت على اليمين الجهة اللي نختار منها الريزولوشن، بعدها راح نلاقي خيارين يدد اللي هما 1080 و 2.7K بقياس الستوري او بالطول، وراح يكون ديجيتال مو ميكانيكال نفس الميني 3. يعني في الاير 3 الجيمبل ما راح يلف معانا بالطول، مجرد انه راح ينقص الفوتج ديجيتال، وهذا الشيء يعتبر خيار ممتاز يغنيك عن القص بالمونتاج. طبعا DJI Air 3 تصلح للمحترفين والمبتدئين اللي يبون كواليتي ممتاز. صحيح ان الميني 3 خيار ممتاز للمبتدئين، لكن اللي ناوي يدش المجال ويكمل فيه انصحه ياخذ الاير 3 لانها اثبت بالهواء واسرع من الميني 3، وطبعا عدسة 1.7 راح تفرق وياكم وايد.
هنكمل نشوف شنو عندنا بعد هني. ما شاء الله حاطين لنا مراوح اضافيه وايد، حاسبين حساب اني راح اكسرها ان شاء الله ما اكسرها، بس يعني ما في طياره ما دعم فيها. مثل ما قلت لكم نسخة الكومبو تي معها بطاريات إضافية، وهذه قاعدة الشحن. طبعا القاعدة ما تشحن البطاريات كلها بنفس الوقت، تشحنهم تسلسلي. يعني إذا ركبت 3 بطاريات وركبتها على الشحن راح تشحن هذا بعدين هذا بعدين هذا. طبعا بالنسبة حق البطارية تتحمل لغاية 42 دقيقة طيران، وهالشيء جدا مثالي حق صناع المحتوى، خصوصا إذا دريتوا أن قاعدة الشحن هذه تقدرون تشحنونها من خلال منفذ التايب سي اللي موجود هني. يعني اذا بالسفر راح تطق على باور بانك او تطق على شاحن السياره وامورك طيبه، ما راح تتعطل نفس قبل تضطر انك تحطه ببلاك الكهرباء. ولو نبي نقارنها ببطاريه الاير 2 اس النسخه السابقه منها، فالبطاريه هذه تحسنت بنسبه 48%، وهذا شيء جدا جبار. اما بالنسبه لمده الشحن، البطاريه هذه لو ركبتها على شاحن دي جي اي تاخذ معك 60 دقيقه بالضبط عشان تشحن البطاريه الوحده. وطبعا الذاكره الداخليه للطياره 8 جيجا، طبعا تقدرون تركبون عليها اس دي كارد بالحجم اللي يناسبكم. واذا حق موضوع السناسر، عندنا سنسرين من قدام، سنسرين من ورا، سنسرين من تحت، ما في سناسر من الجنب، لكن طوروا فيها نظام السناسر بحيث انها تشوف اللي حولها ب8 جهات، وهالشيء حتى راح يفيدنا بالتراكنج. وعلى طاري التراكنج، طوروا نظام التراكنج فيها، صار 5.0 كان 4.0. مثل ما قلت لكم صار يشوف حول الطياره ب8 جهات، يعني راح تامن على طيارتك وصعب جدا انك تدعم فيها. والحلو بالتراكنج ان نقدر نسوي تراكنج بالعدستين، بال3 اكس والعدسه الواسعه العاديه. اني حق هالريموت اللي تي معاه الشاشه اللي راح يغنيك عن التليفون، انك توصل التليفون كل شوي وتفصله كل شوي، وهالشيء وايد اريح. طبعا ضافوا عليه الاريالين هذول بحيث انه يحسن الكونكشن. وقت التجربه راح اقول لكم اذا فرق معي الكونكشن ولا لا. طبعا مده شحن الريموت 1.5 ساعة، ويدعم الشحن السريع، وتقدرون تركبون عليه اس دي كارد، وفي ذاكره داخليه بسعه 32 جيجا. شكرا دي جي اي جلوبال، وشكرا دي جي اي فالكون على اتاحه الفرصه هذه اني اجرب الطياره وانقل لكم مميزاتها. ابيكم تكتبوا لي بالكومنتات شنو اكثر شيء عجبكم بالطياره، وهل تحمستوا ان تشترونها ولا لا. اذا عجبكم المحتوى لا تنسون النشر، وهذه حساباتي بالسوشيال ميديا، ونشوفكم على خير.